أهلا بيكم في أولى حلقات بودكاست مصر إيجابي. النهاردة هنتكلم عن واحد من أضخم المشاريع التنموية في تاريخ مصر، وبيستهدف تطوير حوالي 4600 قرية مصرية. مشروع حياة كريمة. مشروع حياة كريمة بدأ في يناير 2019، وكان الهدف منه إن كل مواطن في القرى والنجوع يعيش حياة كريمة ومحترمة. والمشروع ده مش بس بيوفر الخدمات الأساسية زي المياه النظيفة والصرف الصحي، لكن كمان بيهتم بالتعليم والرعاية الصحية. والجميل في الموضوع إن حياة كريمة مش بس بتحسن الخدمات، دي كمان بتفتح باب الأمل للشباب، وده من خلال توفير فرص الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. الشباب بقوا قادرين يبنوا مستقبلهم بإيديهم، وده بيساعد في تحسين دخلهم، بيعزز الاقتصاد المصري. وكده بقى حياة كريمة مش بس بتبني البيوت والمدارس، دي بتبني كمان الأحلام والفرص للشباب. بس حياة كريمة مش بتوقف عند كده، دي كمان بتهتم بالبيئة والتنمية المستدامة. يعني بيتم تطوير البنية التحتية بطريقة بتحافظ على البيئة وبتستخدم مواردنا بشكل أحسن. ومن الحاجات الحلوة كمان إن المشروع ده بيدعم الزراعة والصناعة المحلية، يعني بيساعد الفلاحين والحرفيين يطوروا شغلهم ويزودوا إنتاجهم. وفي الآخر، حياة كريمة ده مش بس مشروع تنموي، ده كمان رسالة لكل مواطن إن الدولة مهتمة بيه وبتحاول توفر له حياة أحسن. وبكده تكون خلصت أولى حلقات بودكاست مصري إيجابي. انتظرونا في الحلقة القادمة.